صباح الفل، صباح النور، صباح السعادة، يجعل يا رب صباحكم مندي بذكر الله. النهاردة نعمل مع بعض ايه يا بنات؟ تعالوا نشوف بقى نعمل مع بعض ايه روتين قوي 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 في أوضة الأطفال. الأولاد كده صحيوا وقاموا ولبسوا وراحوا المدارس، كل عام وانتم بخير ويجعلوا عام دراسي يا رب سعيد علينا وعليكم كده يا رب، ويكون أيامها أيام مفترجة. الولاد كده لبسوا ومش راحوا المدرسة وسابوني بقى كده، الواحد كده قاعد الجو هادي، تعرفي تروقي تعرفي تنضفي، والدنيا ايه هادية حوالين منك، انت حاسة كده بهدوء جامد في قلب الشقة. هنعمل ايه؟ هنغير الأوضة بتاعتهم دي كلها كده، هنمسكها ننضفها، هنشيل السجاد وهنشيل الملي وهنغير الملي وهنشيل الشماعة بتاعتهم ديت هنقلب يعني الأوضة ده قلبة جامدة. بس أنا في هنا يا ولاد حاجة عايزة أشارككم، أنا عايزة أعمل بين هنا السراير مكتب، قولولي رأيكم ايه وهينفع ولا مش هينفع، وياريت تكتبولي في الكومنتات رأيكم ايه، ان انا ممكن اعمل مكتب بين الجزء السراير للأولاد يذاكروا عليه ولا ايه. تعالوا بقى كده هنصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهنبدأ مع بعض هنشتغل. أول حاجة كده هنشيل الملي بتاعت السراير دي كده، وهننفض السراير كويس جدا، وهنشيل الفرشة اللي على الأرضية عشان ننفضها مع بعض. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه، يلا بينا يا بنات. وقبل ما نعمل اي حاجة نحط اللايك كده ونصلي على النبي. نسحب بقى الملي كده كلها. شيل الأول يا بنات كده، شيلنا المالي وشيلنا المخدات، هنمسك بقى السرير كده ننفضه مع بعض تنفيضة ايه عميقة. كده نفضنا ده، هننفض التاني ده برضو كده مع بعض. نفض الشقة كده بنبدأ معانا. مسكنا بقى كده يا بنات السرير كده نفضناه كده الجزء السراير، والشباك ده كمان كده فتحناه ورحنا جايين منفضينه حلو، ونفضنا الدولاب برضو معانا بالملاء. احنا نفضنا كله بالملاء اللي احنا شايلينها من على السرير، يعني احنا نقعد نوسخ حاجات كتيرة معانا. هنا بقى انا معايا ملمع للخشب وللإزاز، هرش عليه وهنلمعه مع بعض. تعال بقى نشوف احنا هنلمعه مع بعض ازاي. نرشه كده على بعضه على الكومودينو كده من قدام اللي هنا علينا، ونفس النظام برضه السرير.
والسرير التاني برضو نفس النظام، وهنا هنمشي برضو على المراية. نمسك المراية برضو كده يا بنات الأول. طبعا الفوطة نضيفة، لازم نمسح الأول حاجة المراية علشان ايه متلمش معانا وبرة من على السرير وكده. كومودينو كمان كده برضه هنمسكه من بعض. هنلمع كده كل الخشب عشان ما اطولش معاكم ونرجع تاني. بقى الأوضة كده كلها لمعناها بالملمع اللي احنا رشيناه. الدولاب طبعا المع الدولاب بيلمع ازاي. متشغلوش دماغكم بالورق ده، الورق ده انا هشيله الوقت واحطه بتاني مكان، ده بس مواعيد الدروس بتاع الأولاد. والباب برضو مسكناه نضفناه. هنمسك بقى كده المقشة، هنكنس الأرضية كده مع بعض عشان قبل ما نفرشها لازم نكنسها ونمسحها. كده كنسناها كده كلها. هنجيب بقى كده شوية معطر والجردل والشرشوبة ونطوقها مع بعض. طبعا قبل ما نمسح الأوضة احنا جهزنا معانا المية اهي، المعطر والجردل وكده والشرشوبة مجهزينهم اهو. بس قبل ما نمسح بقى لازم نفرش السراير دي ثانية وارجع لكم تاني بعد ما فرشنا السراير. ماشي يا حلوين. عملت لكم كده واحنا رايحين نعمل كده بقى واحنا راجعين. شوفوا بقى الجمال بقى كده ايه بعد ما خلصنا. ايه رأيكم يا بنات؟ الألوان ماشية مع بعضها صح؟ الدفاية كده بتقلب معايا ألوان، واحدة شمال وواحدة يمين، بس ما شاء الله شكلها جميل. هنا بقى حطيت حاجات الولاد، الزيت بتاعهم والكريم والفرش بتاعتهم. وهنظبط بقى الشباك ده، ولازم همسح الأرضية معاكم بقى عشان ننفض السجاد ونحطه بقى مع بعض. بس ايه رأيكم فينش الأخير ده؟ نمسح بقى كده الأرضية مع بعض. نحط هنا معطر ومية وكرول. اديت شوية كرول بس ايه صغيرين كده عشان يطهروا الأرضية. نمسح بقى كده الأرضية مع بعض، واحنا مشغلين المروحة الأرضية تنشف على ما ننفض السجاد ونجيبه مع بعض هيكون الأرضية نشفت. ماشي يا حلوين يا تامين. خلصنا كده فرشنا الأوضة كده مع بعض اهو. كده بقى آخر الأوضة خلاص، الفينش بتاع الأوضة الأخير. اللي يعرف بقى البالونات دي محطوطة على السرير بتاع حمودي بيعملوا ايه يقولي في الكومنتات. استنوا بقى اتفرجوا على الفيديو للآخر وشوفوا الولاد بيعملوا في ايه في آخر الفيديو، وانتوا هتعرفوا البالونات دي معمولة لإيه. واللي يعرف البالونات دي كانت معمولة لإيه والولاد بيعملوا ايه يكتبلي في الكومنتات تحت ويقولي ده كان عيد ميلاد مين. ماشي يا بنات، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. ومع السلامة، واتفرجوا على الفيديو للآخر. هسيب لكم حاجة حلوة أوي في آخر الفيديو. قلنا نختم معاكم بقى الفيديو كده بحاجة حلوة.
النهارده بقى سلفتة عاملة عيد ميلاد كده لجوزها، لسلفي برضو. والعيال مبسوطة طبعا، وقلت اما اسيب لكم المقطع ده كده تتفرجوا عليه، والعيال مبسوطين وبيغنوا وفرحانين بالعيد ميلاد بتاع بابا. فبنختم مع بعض بقى كده بفيديو باخر الفيديو كده بحاجة كويسة. شوفوا بقى يلا حسن بدل الحياة والبسط إلى أسعد الأعياد بالتحية والبسط. هيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد بالتحية والبسط. مين بقى كل سنة وانت طيب؟